يبدو أن يعني شمس هذه الحكومة ستشرق، وعلى الأغلب سيكون موعد شروقها هو يوم الخميس. ستكون حكومة غير مكتملة بجزء بسيط، لكن في الأغلب الوزارات ستكون بحدود 17 وزارة، وستعقد جلسة للبرلمان بحسب التسريبات التي وصلت من مصادر مسؤولة من داخل القوى السياسية. سيتم التصويت على المكلف السيد علي الزيدي رئيسا للوزراء، التصويت على المنهاج الوزاري، و17 وزارة. طيب، أبرز الوزارات التي ستؤجل؟ الوزارات التي ستؤجل: وزارة الداخلية والدفاع ستحسم، أسماء من سيكلفون بها وستبقى بإدارة رئيس الوزراء بلا شك. كذلك وزارة الثقافة، يبدو هناك صراع ما بين القوى السنية التي وقعت الوزارة من حصتهم على اختيار الاسم لاسم الوزير. الهجرة والمهجرين أيضا وزارة ستعلق إلى مرحلة أخرى بسبب خلافات أيضا، لأن الوزارة عادة هي من حصة كوتا المسيحيين، وبسبب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه 3 نواب من المسيحيين، فيريد أن يتعامل مع الوزارة على أنها وزارة المسيحيين لكنها تحت مظلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا في خلاف مع حركة بابليون التي تجد نفسها الممثل الشرعي أو الوحيد سياسيا للمكون المسيحي. طيب، هناك الشباب والرياضة، يبدو هناك ترتيبات ما بين القوى السياسية لاختيار وزير لها، وكذلك العمل والشؤون الاجتماعية.